اهلا حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم قاعدين تشوفوا في الروتين تاع اليوم. حبيباتي، اول حاجه خلاها بديتكم بها بالجلالب والعبايات اللي جابتهم حبيبتي وصديقتي في محل نورسين. حبيباتي، صراحة اللي حابة هكذا تشري جلابة ولا تشري عباية ولا تتكسى، انا ننصحها بالمحل نورسين. في الاخر الفيديو راح نعت لكم حبات من لي موديل اللي كانت جابتهم، واكيد اللي حابه تشوف السلعه مليح تروح للمحل. في الاخر راح نقول لكم العنوان تاع المحل بالضبط بما تروحوا وتلقاو السلعه. عندها عامين ملي حلت صراحة، وأنا في العامين هادو نتعامل معاها ترمون البنات، يعني السلعة تاعها بزاف مليحة وتجيب لا كاليتي. والحاجة اللي تعجبني فيها يعني من كل موديل تجيب زوج حبات ولا ثلاثة، يعني كي تلبسي الحاجة تكوني متميزة بها، مش الناس كامل يعني مطلسين باللبسة اللي لابستها نتيا. والبري تاعها مليح عادي، ما هيش غاليه بزاف وما هيش رخيصه بزاف، وفيها كيما احنا نقولوا كاين الغالي وكاين الرخيص. انتي يا روحي وشوفي يعني الحاجه اللي توالم صواردك وتكون على قد مقدورك وعلى قد جيبك. صراحة البنات، انا في الاخر تاع الفيديو رايحين ديجا في الفيديو اللي قبل كنت شريت زوز جلالب من عندها، والمرة هذه زدت لحقت زوز. خاطر عليها البنات انايا في الصيف ولا كي تسخن الحال ولا حاجه مستحيل نلبس كيما نقولوا القش تاع الخرجه ونخرج بيه. نحب ديما نكون اعلاز، نشري هادو جلالب ونبدل بيهم. غير كي نعود مثال هكا رايحه الالجي ولا العبد هكا يروح لبلاصه بعيده، اكيد راح نلبس قشي تاع الخرجه. بصح كي نعود هنايا بركه جيست هكا نروح عند ماما ولا نخرج ولا نحوس ولا حاجه، نحب نلبس جلابه تكون خفيفه مع السخانه وكلش. هذا اوش يعني يخرج. حبيباتي، صباح النور، نصبح عليكم وانا قاعده نطيب في القهوه وفي الحليب تاعي. كيما عودتكم نحب انايا كيما نوض الصباح البنات نهز الفراش نخرجو يتهوى، نحي كيما نقولوا لي كوفرتير تاع لي اوس تاع لي ماتلا، نحي الغرفات تاع المخاط نحطهم يتغسلوا ونبدل كلش جديد. يعني هذه انا ساعات نديرها كل يومين ولا كل 3 ايام. المهم نحب كي نرقد في الفراش يكون نظيف، هويت الدنيا. وليت قلت نحط الصح نشرب حليب وقهوه. بما انه اليوم مانيش خدامه، يعني قاعده في الدار فارغه، الشغل عندي غير ميناج هكذا خفيف تاع الدار. وهذا مكان، هذا البولي كان جابته لي خالتي من العمره. والقاطو هذا صراحه بعثته لي جارتي، الله يبارك البنات. انا يعني جد محظوظه بالجيران اللي طحت فيهم. كنت بكري يعني دايع فكرة غالطة على الجيران، ما نكذبش عليكم، ما نحبش نخالط وما نحبش نصاحب بزاف. نحب ديما هكذا نجبد روحي هكذا بما نبقى ديما عزيزة. كما قلت لكم كنت دايره فكره غلطه، ما نحبش مش بيا هكا الجيران مهمش مليح ولا حاجه، بصح نحب نجبد روحي. وكنت ديما هكا نحب هكا نكون وحدي هكا، عندي العالم تاعي الخاص بيا. الاخر البنات يعني ما عنديش بزاف ملي تعرفت على جيراني. نعمة الجيران ونعمة الصداقة والأخوة كلش، أكيد راح يبقى كلش في حدود، ما منكونوا صحاب ولا نكونوا جيران، أكيد كل واحد كما نقولوا والخصوصية تاعو. كل واحد كما احنا نقولوا والمساحة تاعو. بصح الجيران ملاح يتلاقاو. أنا جيراني نعمة الجيران يفاقدوا فيا، يعني من عندي ومن عندهم. المهم هما متهاليين فيا وانا متهاليه فيهم. هذا الكاطو كما قلت لكم كانت بعثته لي جارتي، قالت لي اشربي به القهوه الصباح، رغم انها على بالها فيا بلي انا حلوجيه وندير الكاطو، بصح هذا كامل. ويبعثوا لي ديما يقولوا لي دوقي الكاطو تاعنا اسكن مليح مش مليح، بما انك انتي عندك خبره نقولها باللي او بنيني يهبل اعطاك الصحه. هنا بعد ما وجدت الفطار تاعي
نحب نفطر البنات في الصالون، نحب ديما نفطر في بلاصة هكا تكون نظيفة، بلاصة هكا ما نبلي ديما والفت انايا ديما هكذا. نحب ديما كيما نقولوا نحب نقعد في بلاصة فيها الكالم. هنا حطيت التليفون تاعي وقاعده نقرا في لي كومونتير ونرجع عليكم وكلش، ونجيب ديما ورقة وستيلو ونكتب واش خاصتني قضية باه كي نخرج في العشوة نشريها. حبيباتي بعد ما قعدت وشربت القهوة تاعي على خاطري، ولدي قبل ما يروح يقرا قال لي يا ماما اعملي لي كسكس بصح اعمليه لي باللحم. جيت نضرب في الكونجيلاتير ما نكذبش عليكم، ما لقيتني لحم، ما لقيت دجاج، لقيت غير شويه بركه تاع كرشه. وما لقى هو ما ياكلش الكرشه بصح ولي يدير كسكس. وهو دوك نشوف واش يعني نديرلو، يا ياكل الكسكس نحطه له بالحليب، كل ما يحبوش ياكلوا بالحليب نقلي له شويه تاع بطاطا. مهم نشوف واش ندير له فرات. حبيباتي حطيت البرمه تاعي، حطيت شويه تاع بصل وكترت شويه تاع ثوم وحطيت هذيك الكرشه. شوفوا زي ما تشعل، حطيت المصارن الكرشه الدواره كامل وريحه نتبلها نورمال كيما نتبل البرمه. نحط لها شويه زيت، ما كترش بزاف خاطر كيما على بالكم الكرشه ديجا اصلا تجي مدمه. هنا فضت لي قرعه تاع الزيت، زدت وليت رجعت للورقه هذيك. ديما البنات عندي واحد الورقه نعلقها في الفريجيدير، وكل ما نتفكر حاجه خاصتني في الدار ولا حاجه فضت لي نروح نكتبها في هذيك الورقه. كيما اليوم لقيت باللي الزيت فضلي، ما ملح ليا كي جبت يعني القطره الاخرى حطيتها في الكسر ما زدت وليت كتبت الحليب. كان خاصني الملح كتبت الملح. الحاجه اللي نتفكرها ديما معلقه ورقه في الفريجيدير ونكتب فيها الحوايج كامل اللي خاصوني، وكي نعود خارجه نهز هذيك الورقه باه كي نجيب القضيه. الله تغالب البنات كيما على بالكم ما عنديش شكون اللي يقضيلي، وما عنديش كيما احنا نقولوا ما نكون ننسى هكذا حاجه يعني ما نشريهاش ولا حاجه، ثم لازم انا نزيد نلبس قشي ونخرج. على هذه نحط الورقه قدامي. وولدي مازال صغير ما نحبش نتعبه بزاف، ديجا اصلا الساكادو تاع القرايه تاعو ثقيله عليه، وزيد يخرج مسكين يروح للديكور وكلش. ما نحبش نتقل عليه ولا نبعته يقضي بزاف، يعني معتمده على روحي. حبيباتي كما عودتكم في الفكره هذه، انايا الحمص ديما نرتب كونتيتي كبيره وكي نعود رايحه نطيب به نحطه في اللي ساشي هادو. انا طاحت لي من يدي بصح ما حبيتش نحي المقطع خاطر سيختو بعد اليوم البنات ما عم بليش وش بيا. سبحان الله الحاجه اللي نهزها من يدي تطيح لي. والله العظيم الحاجه اللي نهزها من يدي يطيح لي، ما عم بليش بلاك فابل ولا والله ما على بالي. نربطها ديما هكذا ونتقبها هكذا باللي كي يغدا ونحطها مع لاصوص بما الطيب. وهذا ما كان الخضره جبت اللي كانت عندي في الفريجيدير. شوفوا ديجا اصلا بدات شويه راح تفسد لي. نقي الخضره كامله بما نوجدها ونحطها في اللاصوص تاعي. هنا حبيباتي يعني قاعده ندير في الخضره، وكما قلت لكم يعني كي تغديت وفطيت وليت خرجت قضيت شريت حوايج بصح مش رايحه نشارككم بالك في الفيديو الجاي. يمكن بالك في الفيديو الجاي ولا في الفيديوهات الجايين نشارككم واش يعني واش شريت. خرجت اليوم البنات قلت لكم رحت المحل هذا نورسين. المحل هذا نورسين البنات نقول لكم يعني وين جيها حال قد قد في الفيلا مقابل البنات الفيلا تاع جبيمعه، ومقابل الكوسميتيك تاع حمر كراعو اللي حل جديد مش اللي كان قديم، اللي حل جديد او جاي مقابله. محل نورسين البنات هذا يبيع كيما احنا نقولوا القش تاع برا تاع الخرجه، وبيبيع العبايات وجلالب، بيبيع سراول تاع الدين.
الله يبارك السلعة تاعو كيما قلت لكم تهبل. الذوق تاعها يعني عندها ذوق بزاف مليح يعني. كي تخاير يعني الحوايج، الالوان، الشغل لي كولور كامل، يعني نقولها اعطيك الصحة. يعني عندك ذوق يعني في الاختيار. روحوا البنات اضربوا طلال المحل، متأكدة باللي العيد هذا راح تكون العباية تاعكم برعاية محل نورسين. مش بيا البنات قاعده ندير في اشهار ولا حاجه، فعلا السلعه تاعها اللي تهضر عليها. انا كل ما جاتش السلعه تاعها مليحه ما كنتش كل مره يعني نروح نشري من عندها. الخضره تاعي هنايا بعد ما نظفتها غسلتها مليح البنات، وفوق قلبتها تاع نغسلها مليح تحت العين، ونزيد غسلتها مليح بالخل. الحمص كنت حطيته في لي ساشي هادوك. عفوا الكرشة تاعي بعد ما تقلات مليح مليح نمرقها بالماء يكون سخون. هنا البنات رايحه نرجع للماء اللي كنت فطرت فيها من الكسرانه هذيك طاحت لي تكسرت، بصح مازالني نطيب فيها خاطر نحبها، خاطر هي صغيره ما هيش كبيره بالبزاف. وقاعده نكمل نغسل في الماعن. نحب الحاجه يعني اللي طيح نغسلها بماء من بعد نلقى حسابي. انا الله تغلب انا هدية يعني سوا الكرباية هادي ولا الكاجو تاع الماعن الله تغلب البنات ما يفرغش عندي. عم بالكم نحاول ديما هكذا نفرغ الماعن ونبلاصيهم في بلاصتهم. بصح الله تغلب البنات. انا ما كيما نقولوا نخدم الكاطو هكا بزاف وعندي لي كوموند، وزيد كيما احنا نقولوا مع الحشا مع الطياب وكلش ديما البوطاجي تاعي معمر. هنا بزاف البنات اللي قالوا لي غاليه نزلي لنا فيديو تاع مشتريات تاع شهر رمضان، وعاملين كيما نقولوا تحضيرات تاع شهر رمضان. صراحه البنات مش رايحه نكذب عليكم، انا الماعن المره هذه مش شريتش ومش رايحه نشري الماعن، خاطر ديجا اصلا اللي شريتهم العام اللي تعدى مازالوا يعني بالليتيكات تاعهم مازالوا في لي كارطون تاعهم حتى العام اللي تعدى وما خدمتش خلاص بيهم. كيما على بالكم عقبت رمضان يعني في دار ماما وبابا، يعني عقبت عندهم رمضان ما كنتش يعني استعملت الماعن، مازالوا الكيسان مازالوا لي فيغين مازالوا صحونه كامل البنات. البروم تاعي كلش مازال جديد. وزيد اصلا الشهور اللي تعداو يعني كل مره يعني عم بالك فيا بلي انا متعلم معا كل مره يعني نخطف حاجه وكل مره نشري حاجه. يعني عندي المعن مانيشني راح نشري بربي ان شاء الله رمضان هذا. والله ما نكذب عليكم البنات كما قلت لكم الساعه تاع دركا مازالني ما ديسيديتش. ولدي يعني قال لي نروحوا نعقبوه عند ميمي، وانا ما نعرف انا ومازالني نخمم. مام القضيه تاع رمضان ديسيديت قلت ما نقضيش القضيه تهديك ونحطها هكا في نص الدار ولا حاجه. حابه نقضي القضيه بيومها. مثال كيما نقولوا انا اليوم سخفت على الكفته نروح نشري كيما نقولوا بمية الف كفته. سخفت على دجاج محمر نروح نشري دجاجه هكذا صغيره نحمرها، فهمتي والبنات. يعني راح نخلي صواردي على جهه وكل ما نحتاج حاجه نشريها. القضيه الله يبارك اللحم كل يوم كاين، الخضره كل يوم كاينه يعني متواجده. الديسير الله يبارك المره هذه يعني كاين كلش، كاين الفراز التينه يعني الله يبارك. ما رايحه نشري والو وما رايحه نخبي والو. ما يعني ما نكذبش عليكم البنات، حاجه واحده كنت خبيتها، خبيت اللوبيا في الصاصي، خبيت كونتيتي كبيره في نص الكونجيلاتير، وخبيت القارص وعصرت شويه بركه تاع تينا وخبيتها، وخبيت الجلبانه والقرنون هذا. ويعني شغل ما درتش كونتيتي كبيره يعني جلبانه والقرنون يعني جيست ما يكملوا لي هكذا
كيما نقولوا نطيب منهم 2 خطرات ولا 3 خطرات في رمضان، فيها بركه. ولوبيا في الصاصي خبيت كونتيتي الحق مليحه. وهذا البنات ما كان. وكما قلت لكم الماعن ما رايحه نشري والو، عندي الماعن. وزيد البنات ما عم بليش انا لكان كترت يعني رمضان هذا رايحه ندير النيتواياج، يعني ننفض الدار نمسحها ننفضها، نهبط الخزانه تاع القش كامل نطبقها. يعني هادو الاستعدادات اللي رايحه نعملهم. ولكن على الماكله وعلى الواحد كل يوم بيومه. يعني ما نخبي بات فايتي، من نوجد وندير. ما على باليش انا رمضان هذا رايحه ندير هكذا. وشغل وانتوما كيما نقولوا اعملوا الحاجه اللي تخرج عليكم. اعلاها البنات انا بالنسبه ليا التحضيرات هادو شغل ما عم بليش قاعدين نضيعوا بك في الوقت فيهم. آم، كيف كيف ما بدك تروحي تشري هكذا التينه ولا تشري اي حاجه تعصريها وتخبيها. ما عم بلي جاتنا ما كاين حتى فايده. شغل الصباردي انا نخليهم صبارد نخليهم على جهه، ونشري يعني حاجه جديده. وكيما نقولوا ما ملحم ولا حاجه، مش راح كيما رمضان اللي تعدى. البنات شريت كلش قبل، شريت يعني كلش الفرماج المايونيز الخرابيط هذم كل شريت بزاف. شريت اللحم، شريت الكرشه، الراس، هذم كل شريت. وصدقوني يا البنات كل يوم نزيدو نشريو. المشكل ما عندي في نص الكونجيلاتير. ما عم بليش في الدقيقه الاخرى ندي سيدي راح ندير كفته. نقول الكفته تاعي ما جبتهاش على سي بكري، وقتها رايحه تذوبلي، وقتها راح دير هذيك. مالا البنات ما نكذبش عليكم انا نسكن يعني في البلاد قد البوشي قريب ليا، الخضاره قريبه ليا. يعني افير 2 دقائق وانا نكون يعني شاريه هذيك الحاجه. على هذه ديسيديت ما رايحه نقضي، ما رايحه نوجد ما والو. نشري كل يوم ويومه، كل يوم ورزقه وبركته. ونوصيكم البنات كيما نقولوا عيشوا على قدكم. هذا واش نقدر نقول لكم هنا حبيباتي. بعد ما غسلت الماعن وقلبت الكوزينه تشعل، هنا كبيت شي تميمان. هنا ما قاعدين نشوف في مان شي تميمان كبيتهم. وحطيت الاومو، حطيت الجافيل. وحبكت الصح البنات، حبكت الصح بالفراحه هذه، حبكت مليح مليح الارض. هنا البنات الارض تاعي اي ماهيش مضيفه. عفوا هنا شغل مش ماهيش مضيفه بصح فيها كيما نقولوا الغبره. شغل ما فهمتش. عم بالك من البنات انا ساعات واش نقول من هزش الدنيا من سياقهاش وكلش اي مضيفه. ومن بعد كي نهز الزربيه تدهر الدار تكد بيزي ما تقول بلي جامي سياقت ولا حاجه. ولرد البنات هذه على بالي دوك يجيني ما عم بليش يقولوا لي غاليه حبكي الارض ولا هذيك كلش. البنات احبكت بالبايات، حطيت البروجوي، درت هذاك السلك تاع الماعن. ما تتنحاش تبقى لاصقه هذه ما تتنحاش. ادمك لي في السيسان وفي الواحد ما يتنحاوش. حبكتهم عييت مره عم بالك حتى الدم ولا قاعد يسيح من صوابعي وما حبيتش تتنحى. الله تغالب. هنا كما قلت لكم البنات حبك تقلبت الدار تشعل، حبكتها باللوم والجافيل حتى برا قدام يعني الدخله تاع داري هي وسي حبكتها. هذا التيو تاع الطابونه. هنا حبيباتي يعني مازالني ما كملتش السياق. وليت تستحلي الكسكس تاعي سيبا فار الفاره الاولى، وزاد فار الفاره انا الكسكسي تاع برا نفورو على 2 خطرات من ديرش الثالث. الله يبارك يجي رطب وكل حبه وحدها. في الاخر خلاها البنات نحط مغرف تاع زبده ونحط شويه ملح وشويه فلفل كحل. بما البنات الكسكس تاعنا ما يجي صامت يعني يجينا بنين. نحط ديما مغرف وديما البنات نحب نحط زبده ستار يعني يجي الكو تاعها يهبل. هنا البنات كيما قاعدين الله تغالب البنات انا ديما ندير الكاطو. يعني حطيت شيكولا بما هدوب لي، رحيت اللوز والجوز خاطر راح ندير البقلاوه. المهم يدي حاجه في الطياب، كل ما نفض حاجه نزيد نروح ندير حاجه خلاف. هذه هي الخبزه تاعي وهذا هو يعني الشيء اللي كتب لي ربي. فضيت يعني هنا بعد ما سيقت الدار وقلبتها تشعل.
وليت حطيت الكسكس بما هنا غدا. ولدي عيط لي في التليفون قال لي يا ماما درتي لي كسكسي كيما قلت لك. قلت له درتو بالكرشه. قال لي انا والله ما ناكل كرشه. وليت مديت له صبار دار حشره كسكرو تاع الشوا وسي بون. انا تغديت بالكسكس ومديت معايا صحن لجارتي. وهذا ما كان البنات، هذا هو يعني هذا هو اليوم تاعي. تغديت فضيت البنات، دخلت غسلت طرافي وجدت روحي ورحت هنا ديراكت للمحل نورسيا، خاطر قالت لي اربحيني جبت جلالب جدد. شوفوا والله يبارك البنات، شوفوا هنا جاو يهبلوا، شوفوا زيما هاللبسه تاعهم. عندها بزاف لي موديل، يعني مش غير لي موديل هادو، يعني كي تروحوا تلقاو لي موديل بزاف بزاف، وانتوما كيما نقولوا خايروا الموديل اللي يعجبكم. انا دوك نعتلكم تاعي اللي شريتهم، وخليوا لي رايكم اسكو عجبوكم ولا لا. هنا حبيباتي وصلنا الى نهاية الفيديو. هنا نعت لكم غير جلابة واحدة، والاخرى خلي المرة الجاية ان شاء الله نعتها لكم كي نلبسها مع الخمار تاعها وكلش نعتها لكم. باش تنساوش تزوروا المحل وتخليوا لي رايكم وتعليقاتكم. الى اللقاء حبيبي.